عايز محمد فتحي. لا مصور الناس دي. عايز محمد يلا يا استاذ. يا دكتور، الجوائز المقدمه النهارده ايه للفريق الاول والثاني والثالث والرابع؟ طبعا ان شاء الله في جوائز زي ما حصلت في النشر الاولانيه اللي وزعناها على مراكز الشباب. يتم توزيع المركز الاول بياخد اللي هو مكافاه 100,000 جنيه كدعم المراكز الشباب والمزايا للفرق المشاركه، والمركز الثاني بياخد ان شاء الله 75,000 جنيه، والمركز الثالث بياخد 50,000 جنيه، والمركز الرابع بيتم حصوله على 25,000 جنيه. نظام المسابقه النقطه ب 1000 جنيه، ده الجوائز اللي هي 100,000 و50,000 غير النقطه اللي ب 1000 جنيه. هو طبعا احنا فلوس المزايا والنقط ديت احنا بنصرفها على طول، حتى طبعا مراكز الشباب خدت الدعم بتاع المزايا والنقط، خدت طبعا على كل نقطة 1000 جنيه وتم صرفها بالفعل لمراكز الشباب، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل بقية المزايا بتاع الفرق، والنقط إن شاء الله كل المراكز هتاخدها إن شاء الله بإذن الله. دكتور، بعد صعود فرقه من كل محافظه، ايه المقترحات للتصفيات على مستوى الجمهوريه؟ والله المقترحات لغاية دلوقتي هي ممكن تبقى على مستوى القطاعات، تعمل قطاعات، يا إما تعمل على مستوى الجمهورية، تعمل في مكان إن شاء الله كويس يليق برضه بمركز الشباب ويتحمل برضه الأعداد الموجودة في مركز الشباب. والله يا الحقيقة أولا بنشكر السيد وزير الشباب والرياضة على اهتمامه بهذا الدوري بالدعم اللي اداه لمراكز الشباب كلها، ودي تجربة أنا من وجهة نظري تجربة ممتازة، وإن كان فيها بعض السلبيات، لكن السلبيات دي مفيش أي تجربة إلا فيها سلبيات وإيجابيات. إن شاء الله السنة الجاية إذا استمر هذا الدوري طبعا هنحاول نتلاشى السلبيات. احنا في كفر الشيخ كان عندنا 30 فريق، وصلنا النهارده للدور النهائي، نهائي الدوري بين مركز شباب دسوق ومركز شباب سيدي غازي. ولحسن الحظ يعني ان المركزين كل مركز من مركز اداري مختلف، وبنلعب برضو لعبنا الثالث والرابع برضو من مركزين شباب من مركزين اداريين مختلفين اللي هم بلطيم والحمول، ودلوقتي الماتش خلص بتاع الثالث والرابع، وان مركز شباب المجاز فاز بالمركز الثالث والحنفي بالمركز الرابع، وهي تجربة تستحق الاهتمام والدراسة. واحنا في كفر الشيخ وجدنا التعاون طبعا من المديرية كاملة، الأستاذ محمد والسيد وكيل المديرية ولجنة الحكام بنخصها بالشكر، لأن كانت عامل مساعد وأساسي في نجاح الدورة. بنشكر الكابتن رضا الحداد سكرتير لجنة الحكام، وطبعا ما ننساش الدعم من وزارة الدولة وزارة الشباب والرياضة، وان هي بتشاركنا في كل احتفالاتنا في كل مبارياتنا، معظم المباريات شاركت في هذا الموضوع.
محسن هنداوي، مشوار كبير ورحلة عمر كبيرة من دوري ممتاز، والنهارده بتقود بلدك دسوق للصعود لنهائيات دوري مراكز الشباب. الحمد لله طبعا بنشكر وزير الرياضة، بنشكر محافظ، وبنشكر كل الناس اللي دعمت الرياضة في مراكز الشباب محافظة كفر الشيخ. الحمد لله دي أقل حاجة الواحد يقدها لبلده، والرياضة للجميع. والنهارده كانت مباراة نهائية تليق بين أول وثاني محافظة كفر الشيخ، والحمد لله قدرنا نسعد جمهور بلدنا، وإن شاء الله من مكسب لمكسب إن شاء الله. بقول لهم طبعا كل سنه طيبين، وبقول لهم يا رب تدعموا الكوره اكتر واكتر واكتر، وشكرا على المجهود الكبير اللي انتم بتعملوه، وشكرا ليك وشكرا للاستاذ ناصر زيدان، وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح. الاستاذ شحات منصور رئيس مجلس اداره نادي سيدي غازي، النهارده في العرس الرياضي داخل محافظه كفر الشيخ ونهائي دوري مراكز الشباب. عايزين نعرف ايه الاستفاده اللي انتم استفدتوها من دوري مراكز الشباب. والله احنا بالنسبه لنا اول مره طبعا نصعد لنادي دوري مراكز الشباب ونشترك في مراكز مرتبه عليا، اول مره نصعد لنهائي مراكز الشباب، فده الكره في النهايه جوان، ويكفينا فخر مركز شباب سيدي غازي ان يصعد لنهائي مركز شباب محافظه، واستفدنا كتير من الدوري ده. ونشكر طبعا مركز شباب جلينا على الاضافه الظريفه اللي استضافوها للنادي الانديه كلها، ونشكر رئيس مجلس مدينه جلين بالاستضافه اللي استضافها لنا. الاستاذ سامي ابو سعد رئيس مجلس اداره مركز شباب دسوق، والنهارده نقول عرس رياضي وتتويج بالمسابقه النهارده، وسحقوا للتصفيات على مستوى الجمهوريه. الحمد لله ده مجهود كبير من اللعيبه اولا والجهاز الفني ومجلس الاداره والعاملين بمركز شباب دسوق، واحنا بنشكر السيد وزير الشباب والرياضه على الفكره الرائعه بانطلاق دوري الشباب، وان شاء الله
تكون استمرار، وفي السنين الجايه يكون مستوى افضل باذن الله. 100,000 جنيه النهارده قيمه الجائزه، هتعملوا بيها ايه؟ والله ربنا يسمع منك لحد ما نشوف، بس لان احنا عندنا فلوس لسه متاخره بتاعت المفروض ان احنا كل نقطه لها 1000 جنيه زي ما حضرتك عارف في المسابقه. احنا خدنا اول 7 ماتشات بس، واحنا كمركز شباب انت عارف حضرتك ان احنا الدعم اللي بيجي لمركز الشباب غير الانديه، فما فيش فلوس كتير عندنا، لكن احنا ما بنتاخرش عن فرق الكوره باي حاجه، وان شاء الله نجهز ملعبنا باذن الله، والسنه الجايه نكون هنشترك افضل، وباذن الله احنا هنشترك كمان في الدوري. اتحاد الكوره بعت لنا وهنشترك في دوري، ندخل درجه رابعه ان شاء الله من السنه الجايه، هنسجل في اتحاد الكوره، وباذن الله يكون عندنا فرقه كوره كويسه باذن الله. الاستاذ محمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضه بمحافظه كفر الشيخ، والنهارده عرس رياضي وتتويج لمجهود كبير طوال 4 شهور. بكل تأكيد النهاردة بنأكد على أن دوري مراكز الشباب كان مفاجأة كبيرة لمراكز الشباب. النهاردة بنجني ثمرة نجاح هذا الدوري اللي استمر أكثر من شهرين متتاليين. الحمد لله بنهني نفسنا وبنهني المهندس خالد عبد العزيز، بنقول له كل الشكر وكل التقدير على هذه المفاجأة الجميلة ان انت فجرت 2013 دوري مراكز الشباب، فهو اليوم جميل جدا. مراكز الشباب اسعدتها طبعا اقامة هذا الدوري، عمل انطلاقة كبيرة في مراكز الشباب. الكلمه بتوجهها للباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، خاصه ان احنا المحافظه الوحيده 30 فريق. اقول له الاول متشكرين على انك احتويت ال6 مراكز زياده في محافظه كفر الشيخ، واثبتنا لسعادتك ان احنا ال6 فرق دول كان لهم احقيه يخشوا، لان فعلا من ضمن ال6 اللي دخلوا الفريق اللي حصل على المركز الرابع النهارده مركز شباب الحنفي، اذا كان حصان اسود في هذه المسابقه. الحاجه الثانيه بنقول له عايزين مفاجاه السنه الجايه ان احدى القنوات الرياضيه تنقل هذا الدوري اللي اصبح النهارده لا غنى عنه في مراكز الشباب. استاذ محمد، في كلمه هتقولها لمراكز الشباب اللي تقاعست في بدايه الامر عن الاشتراك في البطوله؟ هقول لهم استعدوا للعام القادم، نبعد عن التزوير، نبعد عن ان احنا نحط لعيبه ليست لها حق المشاركه. نقول لهم التصفيات هتتم بدر العام القادم بمشيئه الله، سيتم اقامه تصفيات تمهيديه ليصعد من يستحق من كل اداره، وليس من ليس له حق ان يصعد. في توصيات من مديريه الشباب والرياضه بمحافظه كفر الشيخ عن السلبيات، ومنها يعني بعض الفرق اشتكت من لاعبي القسم الثاني والثالث بيشاركوا في الدوري. نقول ان دي منافسه رياضيه شريفه، لابد ان احنا نلتزم بالاخلاق الرياضيه، لابد ان احنا ناكد على العضويه، ان اللي يشارك لابد يكون عضو في مركز شباب ويكون مسجل قبل 30/6 زي ما التعليمات بتقول. اذا التزمنا بالتعليمات بنطلع بمنافسه جميله ممكن تفرز لاعبين على مستوى عالي. هذه المسابقه من شانها انها بتظهر لاعبين ممكن يصعدوا لدوري ممتاز والافضل من كده كتير. في نهايه لقائنا كلمه بتوجهها للجنه المنظمه ولجنه المسابقات ولجنه الحكام اللي شاركوا معاك في اقامه هذه المسابقه. ليس الا لكل الشكر لهم بصراحه، لجنه مسابقات، لجنه تحكيم، لجنه تنظيميه من مديريه الشباب، كانوا على مستوى المسؤوليه، بوجه لهم كل التقدير وكل الشكر بصفتي مسؤول عن النشاط الرياضي ومسؤول عن قطاع الشباب والرياضه بمحافظه كفر الشيخ. بقول لهم فعلا انتوا اديتوا المهمه بنجاح. في إقامة دوري ممتاز درجة ثانية درجة ثالثة اللي بيقام بدون جمهور، النهارده شايف الفرحة على عيون المشاهدين، يعني الملعب مليان على آخره. احنا محتاجين نفرح، واللي موجود دلالة الجماهير اللي موجودة النهارده تدل على ان الشعب المصري شعب اصيل، شعب طيب، شعب بيحب الرياضة، مستعدين نحضر كل المباريات. واحنا بنقول، وانا وصلت هذه الرسالة للاستاذ محمد عبد الله مسؤول قطاع التلفزيون، قلت له ابعت خد جماهير من القطاعات ومن الاقاليم، هتلاقي الاقاليم عند حسن الظن، مش هتلاقي فيه شغب ملاعب ان شاء الله باذن الله. شكرا يا استاذ محمد، ونتمنى الموسم القادم دوري قوي، خاصه ان كفر الشيخ ظهرت بها المواهب عديده ان شاء الله. واحنا بنوجه رساله لكل الاقاليم، بنقول لهم محافظه كفر الشيخ محافظه امنه. شكرا.